أصدقائي المشاهدين، حبايبي المتابعين، كل عام وانتوا طيبين. بعد غياب طويل جدا رجعنا ليكوا من تاني. أهلا بيكوا ورا مصنع الكراسي، ويلا نشوف عندنا إيه. معانا النهاردة مفاجأة، أضخم موسم في تاريخ الدراما، مسلسلات رمضان 2024. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان السنة دي قبل أي حد. النهاردة هنستعرض القائمة الكاملة، وبعد كده هنتكلم عن كل مسلسل بالتفصيل، نحكي قصته ونقول لكم هيخلص على إيه. اربطوا الأحزمة ويلا بينا. أول مسلسل معانا هو حق عرب، بطولة أحمد العوضي ويشاركه رياض الخولي ووفاء عامر ووليد فواز، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق. تاني مسلسل معانا هو عتبات البهجة، بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني ونجلاء بدر وجمانة مراد. المسلسل 15 حلقة، تأليف مدحت العدل عن رواية لإبراهيم عبد المجيد، إخراج مجدي أبو عميرة. ثالث مسلسل هو صيد العقارب، بطولة غادة عبد الرازق ومحمد علاء ورياض الخولي وسيمون وأحمد ماهر، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد ماهر. أما رابع مسلسل هيكون إمبراطورية مين، بطولة خالد النبوي ونور النبوي وحلا شيحة ونشوى مصطفى، تأليف محمد سليمان عبد المالك عن قصة لإحسان عبد القدوس، إخراج محمد سلامة. المسلسل الخامس معانا هو مسلسل بيت الرفاعي، بطولة أمير كرارة وأحمد رزق وسيد رجب ومحمد لطفي، وبيحكي عن دكتور بيدخل في عدة صراعات مع المحيطين بيه، تأليف بيتر ميمي يعني أكشن جدا، وإخراج أحمد نادر جلال. سادس مسلسل هو العتاولة، بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ومي كساب، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى. أما سابع مسلسل هيكون فراولة، بطولة نيلي كريم ومصطفى خاطر، تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج مروان عبد المنعم. ثامن مسلسل في قائمة النهاردة هو مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني ونسرين أمين وسما إبراهيم، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي. تاسع مسلسل هو مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان وهاجر أحمد وأحمد بدير وانتصار وسهر الصايغ وأحمد فؤاد سليم، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقص عادل. أما عاشر مسلسل في القائمة هيكون مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب ونور إيهاب، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي. المسلسل رقم 11 معانا هو مسلسل نعم الأفوكاتو، بطولة مي عمر وأحمد زاهر وسلوى عثمان وكمال أبو ريا وأروى جودة، تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي. أما المسلسل ال 12 هيكون ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس وشيري عادل، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري. المسلسل رقم 13 في قائمتنا النهاردة هو الراكون، بطولة يوسف الشريف بعد غياب عامين، تأليف إنجي علاء طليقة يوسف الشريف، ويتكتم المخرج محمد جمال العدل على كافة التفاصيل. المسلسل رقم 14 هيكون مسلسل الكبير قوي، الجزء الثامن، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد وهشام إسماعيل ومحمد سلام وباقي المجموعة، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر وورشة كتابة بقيادة أحمد مكي، وانضم ليهم أحمد سعد مؤلف مسلسل اللعبة، والإخراج لأحمد الجندي. أما المسلسل رقم 15 هيبقى مسلسل قصة مدينة، بطولة أحمد أمين ومحمد ممدوح وأحمد داش وميان السيد، تأليف شيرين وخالد دياب، بتدور أحداثه عن قصة حقيقية وقعت يوم 25 يناير 1952 في الإسماعيلية، لما رفضت قوات الشرطة تسليم مقرها للقوات البريطانية. أبرز الغايبين هذا العام حتى الآن هم يسرى وليلى علوي وياسمين عبد العزيز ومنى زكي. ده كان الجزء الأول من قائمة دراما رمضان السنة دي. استنونا في الجزء الثاني من القائمة، لسه في مسلسلات ضخمة جدا ونجوم كبار قوي 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 مشاركين في سباق الدراما الرمضانية 2024. لسه عندنا محمد رمضان وحمد هلال ودينا الشربيني وإياد نصار وريهام حجاج وليلة كبيرة قوي سعادتك. استنونا دايما ورا مصنع الكراسي.